ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. هشوفوا بقى نتغدى النهارده كده. اللهم صل على النبي. عندي فراخ كده غسلاها ونقعها وموضباها كده. بصوا ما شاء الله عليها، فراخ مخليها نضيفه جدا ونقعها نقعه حلوه كده موضباها. دي وراك، دي وراك فراخ اهي، حطها على مصفى كده ونقعها. وعندي ومقطعه بصلتين 2 مكعبات كبيره، بصلتين اتنين مقطعاهم مكعبات كبار كده، وبصلتين كبار. وعندي قطيتين 2 مقطعاهم مكعبات كده صغيره. وعندي اللهم صل على النبي ورق لورا وكم فص حبهان كده مفتحاه. بصوا كده مفتحه الحبهان علشان ايه؟ اخد الريحه والطعم بتاع اليوم. ونص معلقه قرفه، ولو في قرفه خشب تبقى احلى من دي، بس دي قرفه ناعمه. والملح بقى حسب الرغبه وحسب الكميه. وعندي التوابل بقى، بصل بودر وتوم بودر وجنزبيل وسبع بهارات والنص كل كل حاجه نص معلقه وكركم وكمون وفلفل اسمر وكزبره. تعالوا بقى نشوف هنعمل صينيه فراخ النهارده حلوه كده على البوتاجاز. وحطيت فيها حته سمنه اهي، حطيتها كده تسيح كده على البوتاجاز. سمنه قدحت اهي. هنزل كده بالورق اللورا وبالحبهان وبالطرف المعلقه بس قرف كده. شوحهم كده ياخدوا ايه التشويحه الحلوه في السمنه دي، طلع ريحتها ايه ما شاء الله. علشان ما تغمقش برده هنزل بالبصل على طول كده، ودي البصل تشويحه في قلب التوابل الحلوه دي كده. ما شاء الله عليها على الريحه. بعدين بقى ريحه القرفه والحبهان ورق اللورا وكده. دبلت البصله كده، شوحتها دبلت بسيط كده بس لسه نيه زي ما هي اهي. قعدت شوحتها كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها. بصوا عامله ازاي. هنزل بالتوابل دي كلها اللي انا قلت عليها دي، واشوحها تاني في قلب البصل كده. اللي وصل معايا لغايه هنا نحط له لايك واشتراك كومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها. اشوح برضو فيه كده كده. شوحت دخلت التوابل كلها على النار في قلب البصل زي ما انتم شايفينه كده. اسويها اللهم صل على النبي كده. وهنزل بايه؟ بالفراخ. هرص الفراخ كده على اليمه اللي فيها الجلد عشان هقلبها. هلفها كلها كده. قلبها كده بقى، اديتها صدمه على الوش اللي عليه الجلد، قلبها على الوش التاني كده. بصوا لونها ما شاء الله عملت ازاي. اخدت الصدمه اهي والجلد قرمش كده اهي. قلبها كده على اليمه التانيه كده. وهنزل اللهم صل على النبي والقطايه اللي انا مقطعاها دي، القطايه اللي انا مقطعاها كده مكعبات عليها. عشان بس الصينيه ضيقه شويه عند الولاد. واحط لها الملح بقى حسب الرغبه وحسب الكميه زي ما قلت لكم. احط لها الملح القانون بتاعها كده. وهجيب اللهم صل على النبي ميه كده مغليه واحط كده بقى في اللبنات كده كده.
كده ننزل الملح ده كده. ما شاء الله صينيه الفراخ بس لونها وللصينيه كمان لونها وشكلها عامل ازاي كده. بقى هروح موطيه على النار، هي غير بتغلى اهي بتغلى اهي. هروح بقى موطيه على النار كده تلتين واسيبها بقى تستوي براحتها. صينيه الفراخ طلعت اهي من الفرن، بصوا ما شاء الله عليها، بس علشان سخنه ما شاء الله عليها شكلها عامل ازاي. واوريكم بقى الصوص اللي طالع من تحت كده. عايزه اتغمق، انا هعمل جنبه رز وهطبخ بطاطس. اللي عايزه اتغمسه كده مع الرز. بص الصوص نشف وبقى حلو ازاي، وما شاء الله الفراخ شكلها عامل ازاي. واهي قلبها ابيض ومستويه بصوا زي الفل ما شاء الله عليها. وده كان ايه، قلت لكم اعمل جنبها رز بشعريه واسوي جنبها بطاطس، بس طبيخ مش هعملها صينيه. وده كان غدانا النهارده. واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا. وتفضلوا اتغدوا معانا واشوف وشكم على خير ومع السلامه.